السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بأحسن حال. النهاردة أول رمضان، فكل عام وانتم بخير وصحة وسعادة. لكل اللي هيشوفه واللي يسمعني، يا رب يجي يعود عليه الأيام بخير وصحة وعافية. النهاردة جايبلكوا أعمل لكم القطايف العجينة لحد السوا. فمعلش الفيديو طويل شوية، فاللي عايز يشوفه ويعرفها اتعملت ازاي ياريت يستمر ويكمل الفيديو معايا للنهاية وشوف انا عملت ايه. اول حاجة طبعا عندي معلقتين لبن بودرة، وقبل منهم حطيت نص معلقة نص كوباية او اقل من النص كوباية دقيق بسبوسة، سميد، ذرة ملح، ومية دافية عشان الخميرة طبعا لازم يبقى مية دافية. المية دي هنحط كوباية ونص مية او كوبايتين الا. تمام. نحط معلقة خميرة فورية، وهتحط نص معلقة بيكنج باودر، ومعلقة سكر او معلقتين سكر حسب الرغبة، يعني معلقة سكر كبيرة. هنحط كل المقادير بتاعتنا مع الدقيق والدقيق وكله ضربناه في الخلاط. هنحط في بولة كبيرة او اي طبق كبير عندك، نحط فيه اللي نفضل الحاجة اللي احنا عملناها دي ضربناها، يبقى نص كوباية دقيق بسبوسة او سميد، كوباية دقيق عادي، دقيق فينو يعني، ذرة ملح، معلقتين لبن بودرة، معلقة سكر كبيرة، معلقة خميرة فورية، نص معلقة بيكنج باودر. كده المقادير بتاعتنا. كده بصوا العجينة طرية حلوة ازاي، يعني تخليها طرية عشان متبقاش ايه، متعملش عجينة جامدة معاك وتبقى تخينة معجنة. كده هنغطيها ونسيبها لحد ايه ما تعلى شوية وتطلع فوق فقاعات كده زي الهوا بتاعها. نغطيها ونحطها في حتة دافية. على بال ما تخمر بقى هنعمل الشربات بتاعنا. نجيب كوبايتين سكر في اي حاجة عندك تحطيهم على النار، كوبايتين حلوين يعني. نحط كوبايتين مية، ادي كوباية، نفس الكوباية اللي احنا عاملين بيها السكر هنعمل بيها المية، وادي كوباية تانية، يبقى كده كوبايتين مية. نحطهم على النار ونسيبهم نقلبهم الاول.
هنقلبهم كويس ونسيبهم يغلوا لمدة 10 دقايق. طبعا هما بيغلوا في ريمة بتطلع كده تشيليها، نشيل الريمة دي عشان تمام. نجيب نعصر ليمونة كبيرة نعصرها عليها، دي ليمونة متوسطة، هي معلقة كبيرة هتطلع يعني فيها مية ياما. بسم الله ما شاء الله، يعني شايفين المية قد ايه منها، مية الليمون بتاعتها دي نص، ادي النص التاني بقى. يبقى هنعصر عليها ليمونة بعد ما تغلي شوية، نعصر عليها الليمونة ونسيبها ايه 5 دقايق كمان، وبعد كده نطفي عليها. هنشيل البذر بقى اللي نزل من الليمون. كده تقريبا ايه الشربات بتاعنا ايه جاهز. هنشوف العجينة، بصوا بقى بسم الله ما شاء الله. شايفين شكلها؟ شفتوا الحاجات دي هي الوش كده تعرفوا ان هي بدأت ايه او خمرت. هنجيب طاسة على النار، تيفال او اي نوع ما بيلزقش كده، من غير اي حاجة يعني مفيش زيت ولا اي حاجة، كده تسيبيها على النار لوحدها. هتعملي بقى، بصوا الحجم انتوا بقى اللي هتتحكموا فيه، هتعملوا الحتة صغيرة او كبيرة. هي هنا حتى بقى هنعملها، هي الكاميرا اللي مقربة عليها مبينها كبيرة لكن هي صغيرة، الكبشة بتاعتي صغيرة. هتجيب معلقة تغرفي بيها، تكون متوسطة حسب الحجم اللي يريحك، وتهدي النار خالص. اهم حاجة النار بتاعتها تبقى واطية، تبقى النار هادية عشان متحرقش منك. بصوا كده نقلبها كده، بص الحتة دي عادي هتنشف وهتضيق، ما هيبقاش باينة كده صح. بصوا كده، حاولي تعمليها حتة صغيرة تبقى مدورة حلوة.
اللي احنا طلعناها تطلعيها على ورق او على لو حتة قماشة نضيفة حلوة عندك تطلعيها عليها اي حاجة عشان ما تلزقش في الحاجة التانية. يعني نحطها على ورق او قماشة عشان ما تلزقش في الصينية او اي حاجة هتطلعي فيها. بسم الله ما شاء الله. بصوا كده اهي كده استوت اهي. شايفين السوا بتاعها؟ الحجم بقى مش كبير زي ما انتوا شايفينه، ده هي الكاميرا اللي مبيناه كبير. دي نونة خالص. شايفين كده بسم الله ما شاء الله قد ايه من كوباية دقيق واحدة؟ يعني ما يطلعش كيلو كده. بسم الله ما شاء الله. حاجة نظيفة وفي بيتك وبإيدك وقدام عينك تبقى عاملاها. تحتاجي في اي وقت عايزة تعملي في اي وقت قومي جهزي واعملي، مش هتاخد منك وقت ولا اي حاجة. بص بقى، لو انت هتسويها دلوقتي عادي، لو مش هتسويها دلوقتي تغطيها عشان تفضل معاكي طرية ما تنشفش منك، عشان ما تيجي تحشيها ما تفكش. شايفين كده بسم الله ما شاء الله عامله ازاي؟ يعني لو انت بتجهزيها وهتشتغلي فيها على طول عادي كده سيبيها هتشد نفسها شوية، بعد كده ابدأي حشو. هتشيليها تعمليها في اي وقت تاني غطيها وشيليها عشان ما تنشفش منك. احنا هنبدأ نحشيها دلوقتي. بصوا الحشوة بتاعتنا طبعا مكسرات حسب الرغبة. ده سوداني تمام، ده صحيح هنعمله مجروش دلوقتي. جوز هند وزبيب. هناخد السوداني هنفرمه هنرجع تاني. بص بقى كده السوداني جبنا حبة سكر معلقتين كبار على السوداني بعد ما بشرناه اهو، يعني مجروش خفيف يعني مش ناعم اوي. طبعا المكسرات حسب امكانياتك وحسب رغبتك وحسب ما بتحب، ملهاش قيود يعني. السكر بنحطه مع الحاجات دي عشان يخليه يبقى متماسك ويبقى ايه يديها طعم احلى، يعني يبقى حلو وخليه في نفس الوقت يبقى الحاجة ما تفكش منك. نخلطهم مع بعض كويس. هنبدأ بقى بسم الله نحشي القطايف بتاعتنا. بصوا كده بسم الله ما شاء الله شكلها عامل ازاي. تضغطي على الاطراف بتاعتها. بصوا كده جميلة ازاي، ولا تفك ولا اي حاجة. بسم الله ما شاء الله، يعني لو كل حجمها صغير بيبقى احلى، كل ما يبقى حجمها اصغر يبقى احسن.
كده هنكمل بعدين، نخليهم ايه، نعمل دي وبعدين نخليهم ايه، نكملهم وقت تاني. كده كده هنكمل نسوي دول وبعد كده نبقى نكمل مع نفسنا. بص بسم الله ما شاء الله، شايفين شكلها جميل ازاي. هنجيب بقى الطاسة بتاعتنا ونحط فيها زيت على النار، نسيبه يسخن وننزل فيها ايه بالقطايف واحدة واحدة. بس كده بقى بسم الله ما شاء الله، يعني احنا ايه، نقلبها كويس ونطلعها على الشربات بتاعنا اللي احنا عملناه، او السيرب او العسل اللي بيقولوا عليه. كده تطلع من النار عليه وهو اصلا برد، فتبقى بسم الله ما شاء الله يعني. يا ريت بقى اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتدعموني وتعملوا لي لايك وتقولوا لي ايه رأيكم وتدعمونا بالله عليكم. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسرار المتناثرة.